الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا يا ليت ندرك قائمكم سادتي، فنكون من الآخذين بثاركم فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكره في كربلاء، أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، وويلا بعد رزايا تترك الدمع داميا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغير للحشر سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك، وإن كنت جازعا على ما تفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك، ولا تكن ممن لا تنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامه، فإن العاقل يتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأهلك الذي إليه تصير، ويدك التي به تصول. نور مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. كلام لمولانا أمير المؤمنين من حكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سيد البلغاء
إمام المتقين، قائد الغر المحجلين. هذا الكلام الذي صدر من هذا الإمام الهمام الذي تجدونه في كتاب نهج البلاغة، هذا الكتاب الذي هو ما دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق كما يعبرون. كتاب نهج البلاغة من الكتب القيمة التي ينبغي على الإنسان، ومن ضمنهم المتكلم طبعا، أن لا يفوت يوما من أيامه إلا وأن يطلع على هذا الكتاب. يعني مثل ما يقرأ القرآن في كل يوم عند كل صلاة، لا بد على الإنسان المؤمن الواعي المتقي أن يطالع كتاب نهج البلاغة. هذا الكتاب القيم الذي فيه الدرر، فيه الحكم، فيه العبر، فيه ما هو يحتاج إليه الإنسان في حياته اليومية. واحدة من هذه الكلام الصادر من أمير المؤمنين يقول له: أيها الإنسان، إنما لك من دنياك، هاي الدنيا اللي أنت تركض لها وتعبان عليها، هذه الدنيا حصيلة هذه الدنيا اللي تاخذه وياك شنو؟ ما أصلحت به مثواك. مثواك شنو؟ مثواك يعني دارك، يعني بيتك الأخير، يعني دارك التي سوف تنتهي إليها. هاي الناس بكل مستوياتها، بكل درجاتها، كل الناس، من رئيس، من مرؤوس، من فقير، من غني، كل هذه الناس، هاي المستويات كلهم لابد فرد يوم من الأيام يرجعون إلى المثوى الأخير. هذا المثوى الأخير شنو اللي قدمه بالدنيا؟ هو اللي يحصله وين؟ بذاك المأوى. شايف؟ مثلا الإنسان اللي يركض على الدنيا وعلى الأموال، هذا المال اللي يركض عليه من الصباح إلى المساء، بالتالي آخر يوم اللي يريد يغادر به الدنيا يقول لي: يا أيها المال، يخاطب المال: أنا ايش قد تعبت عليك، وايش قد حرصت عليك، وايش قد كنت شحيحا من أجلك، لا أكلة زينة، لا ملابس زينة، لا طلعة، لا سفرة، لا غيرها، لا أصدق، لا كذا، ولا أخمس، ولا أزكي، وهذا أنا شحيح عليك أيها المال، هاي عمر كله أنا محافظ عليه. هذا اليوم يومك، اليوم اللي يأخذون به الإنسان على الحدباء. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لا بد يوما على الحدباء محمول. يقول الإنسان يلتفت للمال مالته. هسه هذا المال ذا كان مودع وين؟ بالمصارف، مودعة بالتبين، مودعة وما ادري وين هالأيام يطلعون به المليارات. يقول: أيها المال، أنا كنت شحيحا عليك طول هذه الدنيا، طول عمري أنا محافظ عليك وخايف عليك، شو تقدم لي؟ يقول له: والله أنا وياك بهذا اليوم حد وياك حد الكفن، وهذا الكفن يا دوب يطلعونه من أموالك، هم بعض الأحيان ما يطلعونه من الأموال مالتك. يقول له: زين، من عندي أطلع لك قطعة كفن تأخذه وياك. هذا هو. ثم يلتفت الإنسان مرة أخرى. المن يلتفت؟ يلتفت إلى الأولاد. أولادي، أنا ياما وياما تعبت عليكم، وهذا رزقي وكدي وتعبي كله من أجلكم. أطلع من النهار ما يرجع إلا بالليل، وأنا سالب راحتي وكذا. زين، حدكم وين وياي؟ يقول له: والله يا بعد عيوني يا أبويا، صدق تعبان علينا أنت، مكسور ظهرك، وهذا اللي قدمته كله من أجلنا ندري بيه، ونعم الله عليك وجزاك الله خير، لكن ايش بيدنا عليك؟ حدنا وياك نوصل وين؟ إلى وين؟ إلى حافة القبر، رحم الله والدي اللي هي للتراب. هذا
هذا حدنا وياك، هم نبات وياك ما نقدر، تعذرنا ويرجعون. لا والله فرد يوم من الأيام وهاي بعيني شفت مرة قاعدة يم قبر تبكي لوحدها، هاي أيام الكورونا. زين اكو ناس جايه الاموات وغيرها بعد ما شويه الله فرج على الناس، قلت لهم هذيك المريه دنيا حاره ودوا لها ماي، ما حد وياها، فراحوا ودزوا لها ماي شويه يعطونها ميه يشربوا تشرب، فسالوها شنو وضعك شو الوحده الجايه؟ قالت هذا اخوي ميت، عنده اولاد عنده بنات، يوم مات حتى ما حد زتاه للمقبره، حتى ما حد راح وياه بالدفين، وهذا اليوم 40 مالته وبس انا جاي، لا اولاده لا بناته لا حتى ما حد ابدا، هاي خيته لوحدها جايه مره كبيره همه، قالت بس انا جاي لهذا سبحان الله. كان فقير قالت لا والله غني وترك اموال ترك ثروات. زين فهذا حال الاولاد، يقول لهم يا اولادي شنو انتم مثلا وين توصلون وياي؟ يقول له نوصل وياك حد حافة القبر. زين وهذا حدنا وياك. ثم يلتفت الإنسان مرة أخرى، هاي المرة الثالثة وين ينظر؟ بعد لا المال لا الأولاد، يلتفت العمل، يقول له عملي لقد كنت فيك زاهدا وعنك راغبا، ما إلي شغل وياك أنا بالدنيا، ولا أفكر فرد يوم من الأيام شقدم من عمل، إيش آخذ وياي من زاد، هذا دار الممر شاخذ وياي إلى دار المقار. لقد كنت فيك زاهدا، بالي مو يمك، بالي يم الدنيا يم الأموال يم الأولاد، أنت العمل وين توصل وياي؟ قال له أنا قرينك أنا صاحبك، أنا وياك منا لما ينزلونك بالقبر وأنزل وياك وأبقى وياك منا إلى يوم حشرك ونشرك. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يوصف العمل، يقول هذا العمل اللي أنت اللي أنت زاهد بيه بالدنيا. يجي واحد للنبي صلى الله عليه وآله اسمه قيس بن عاصم، هي هذه الرواية تربط العمل، يقول له يا رسول الله احنا قاعدين بالبادية وبعيدين عنك، انطيني موعظة، هذه الموعظة انا استفيد منها، شايف، وارجع لقومي هم كذا شنو هم انبههم اقول لهم هيك قال رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي هم التفت له قال له يا قيس اعلم يا قيس أنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي، هذا القرين هذا العمل يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت.